وبالتالي التشكيل النهارده لفيا ريال: حراسه المرمى ديجو كوندي رقم 13، اللاعب كيكي فامينيا 17، ولوجان كوستا رقم 2، وإيريك باييه رقم 4، وكاردونا 23. 4 في وسط الملعب باريخو 10، لاعب كوميسينا رقم 14، أليكس باينا 16، ويرمي بينو رقم 21. وفي المقدمه 2 ايوثي بيريز رقم 22 ونيكولاس بيبي رقم 19. مارسيلينيو امامنا هنا المدرب لفريق نادي فيا ريال في مواجهه هانز فليك برشلونه. حراسه المرمى تير شتيجن، في الدفاع 4 لاعبين: كوندي 23، سيرجي دومينيجاس 36، انييجو مارتينيز 5 و4-1. والنهارده عنده برضه غيابات كتير قوي: جافي وفيرمين ايضا، لوبيز وكريستنسن وايروخو. وطبعا جماهير النهارده فيا ريال المباراه صعبه. لقب الامم الاوروبيه الاخيره امامنا في مباراه رايو اساسي راسيه في دوري الامم، وادي راسيه بيبي. اول فرصه بتضيع من اللاعب اللي امامنا هو نجم طبعا نيكولاس بيبي، بطل افريقيا الاخيره مع يسيطر عليها. استلام، هل فيها رايه وتسلل؟ هنشوف طبعا رايه وتسلل. يرمي بينو. ادي امامنا هنا اول كوره للدولي. بينو امامنا اهو. بص في تمريره حلوه قوي الى اللاعب بينو، ولكن الى ركله ركنيه. اللي بيكمل امامنا هنا سيرخي كاردونا، ورافينيا اللي راح في واحده بالكرات عرضيه، لكن على طول بقى المره دي نيكولاس بيبي لعيب، وإيريك جارسيا، لكن تير شتيجن رائع. ومره ثانيه الفولو من جنب، محاوله تسجيل ترجع بيدري يضيع فرصه كبيره. رأسي الكرة اللي كان سددها امامنا بيبي، وبدا يمسك كرة امامنا، الكرة العرضية على طول موناكو، لان هو تسبب في طرد إيريك جارسيا. لامين يامال المراوغة موجودة، لعبها في البعيدة يا ولد في القائم. رافينيا مش معقول كرة لامين يامال يضعها بشكل رائع، كاد ان يسجل رابع اهدافه. سيبيريس تمريرة حلوة قوي. باينا، أليكس باينا، مباراة حلوة، فرصة هنا وفرصة هناك، وكان ممكن، لكن شوف ايوسي بيريز عمل تمريرة عدى من كاردونا. باريخو بقى ذكي، داني باريخو بقى خبرة، ساعد مع جواكيم لوف، وهو ليفا. بص شوف هانزي فليك يحول بابلو توري الى تشافي الى انيستا عشان يعمل تمريره حلوه الليفا. وهنا الهدف الاول الجميل. يا عيني على التحرك وعلى التمريره بتاع بابلو توري. ادي امامنا هنا ميسيا اللي بتطلع نجوميا مع باريخو، ولسه الكره مستعدا مره ثانيه. هنا التمريره باريخو يضيع باريخو التعادل. داني باريخو لعيب، ولما تلعب دولي وانت يعني في عمر 29 سنه لما اختاروا في الكره عايبه، ولسه فرصه. ايوسي ضيع. ايه الحلاوه. استلام المره دي، محاوله التمرير، كوندي العرضيه، يا ليفاندوفسكي العب أليكس باينا، لكن كوندي كره ثانيه عايز يخطفها. كوميسانيا التحرك، ايوسي بيريز. بص ليفا النيران الصديق طالق 4-على-4، عملها حلوه لامين يامال. يا ولد يا نيكولاس بيبي. شوف بقى مين اللي عامل الدور الدفاعي، الايفواري نيكولاس بيبي. موسم مع ترابزون سبور، كان طبعا انتقل من ليد. مين يامال على القائم البعيد، ومن وضع راقدا ليفا الكرة اللي وصلت امامنا هنا الرأسية في اللقطة اللي فاتت، واللي اتعملت بالرأس من جانب اللاعب انييجو مارتينز. وليفاندوفسكي يسجل الثاني بأخطاء دفاعية قاتلة. النهارده فضل ان يلعب بإيريك باييه. بيبي كان يقلص الفارق. تمريرة ايوسي بيريز. المتعة. هدف تقليص النتيجة. ايوسي بيريز امامنا هنا في الدقيقة 38. مباراة كبيرة قوي يا بيبي، مباراة كبيرة قوي امامنا اهو. ايوسي بيريز موسم ناجح مع بيتس الموسم الماضي. شوف امامنا اهو الاستلام والتحرك المميز في هذه كل المهارات في المراوغة والمرور. اخطاء دفاعية قاتلة. بيبي انفراد، ولكن تير شتيجن يمحي كل الاخطاء ويجعلك تنسى اخطائه امام موناكو. كل
ركنيه الخطيره امامنا هنا، الصراع راسيه عاليه بعيده العاليه. تير شتيجن، تير شتيجن يمسك على طول، يمسك على طول. تير شتيجن، سلامات لتير شتيجن، وقع امامنا اهو على طول. هنا نطمن على تير شتيجن، وتير شتيجن يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. كاردونا العرضيه خطيره، فرصه كبيره كبيره. ايوثي بيريس، فرصة جديدة أمامنا بتضيع، كان ممكن تبقى 2-2. مباريات الجولة السادسة الليجا الإسبانية، قلبي الدفاع إلى بيبي جارسيا، والمرة دي ترتطم الكرة في وجهه. كاكي بينيا ضيع فرصة كبيرة. بيبي التعادل مش معقول، مش معقول يا جماعة، مش معقول. أمامنا بيبي نيكولاس بيعدل، وادي تمريرة خطير نيكولاس بيبي يا ولد. إنياكي بينيا ركنية 7، والهدف الملغي لبيبي بالتسلل، والعارضة كرة بينيا وإبعاد ارتباك. ثانية بيدري، بابلو توري ولد كبيرا بابلو توري، ولد كبيرا بابلو توري. والده ستيفان كان لاعب، وهو لعيب ابن لعيب، هو لعيب ابن لعيب. يا ولد يا ولد يا ولد يا بابلو توري امامنا، مش مدينه يعني وضعه، مش مدينه الاهتمام. كوندي بقت 3-1. كوندي لمين ادي امامنا هنا، او هل فيها بينالتي؟ ادي لامين يامال وإيريك بايه، ويبدو فيها بينالتي. حكم سجل ركله جزاء ثانيه ليه هذا الموسم، والقائم اليمين ديلات دخل باري راسيه، وهدف دخل باري سجل في مرمى فريق نادي سيلتا فيجو الماضي، سجل ليهم 9 أهداف. ادي على طول لمسه تتصلح حلوه قوي الكره يا ولد. رافينيا هو الكابتن، رافينيا هو القائد، ورافينيا هو اللي بيضع الكره بقى يترجم قنبله في منتصف المرمى، لكن رافينيا بيكافئ نفسه ويكافئ فريقه. انطلاقه، وادي امامنا الرائع هو الرائع في هذه المباراة، هو رافينيا يسجل هدفه الثاني في هذه الليلة، والهدف الخامس انهيار. خلاص فياريال خلصت على خير الحمد لله رب العالمين. تركيبة ال7 أعمار، قلنا طالما كده في طبق 70 تحت نخلي النايت سات تحت، لأن كان في تشويش فعلا زي ما قلت لكم. هو هنا في تشويش رخم بجد، يعني تشويش كان غلس. أكتر تردد كان متأثر معاه 148. التردد ده اكتر تردد متاثر بالتشويش في اي مكان، تمام. بص لما يبقى حوالين الابراج دي، كل ما بعمل زوم اهو، الابراج بيبان لكم صغيره جدا، انتوا عارفين موضوع الكاميرا، لكن هي بصراحه الابراج قريبه، ابراج كتير قوي يا جدعان. انا ما شفتش في حياتي كده والله. على فكره انا ساكن في المربع ده، يعني انا بيني وبين مثلا المكان اللي مركب فيه التركيبه ده اقل من 3 كيلو. انا الابراج دي ما شفتهاش، يعني انا يمكن عشان نقطه عاليه شويه، معظم البيوت هنا بتبقى 5 ادوار او 3 ادوار، لكن انا برج تقريبا ده 8 ادوار او 7 ادوار، فشايف الابراج كلها، شايف تاثير. ما بالك بقى انا فوق السطح ده، تمام. يعني انا فوق السطح على الشخشيخه بتاعت اوضه الاسانسير، او اوضه الاسانسير اللي هي على نقطه بقى كمان في العماره. مكان طبعا صعب جدا جدا جدا. انا كنت شغال وانا مرعوب بصراحه، برضه خايف ان انا بتحرك. طبعا في تشويش قابلني في النايل، فطالما في طبق لوحده لا خلاص خليه تحت. التشويش كان على تردد 11 بتاع ابو ظبي، الحمد لله نزلناه.